السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم فيديو كده خفيف بجد هيعجبكم قوي. هعمل ان شاء الله كفتة الرز بالفراخ مش باللحمة. طبيعي احنا متعودين دايما بنعمل كفتة الرز باللحمة، دايما بتتعمل في مناسبات، وكمان بجد طعمها بيبقى جميل، كل بيحبها جدا. ان شاء الله النهاردة هعملها بطريقة مختلفة شوية وهي بالفراخ. آه، بيبقى فيه اختلاف بسيط قوي بين كفتة الرز باللحمة وكفتة الرز بالفراخ، بس هي المكونات تقريبا تشبه لبعض كتير، بس فيه تريكات كده معينة لازم نلتزم بيها علشان تطلع معاكي حلوة وما تفكش كمان. اول حاجة جبت هنا كمية الفراخ بتاعتي، انا هنا عملت نص كيلو، ضربتها في الكبة. عندك مفرمة ممكن تفرميها في المفرمة عادي، نعمتها بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. وبعد كده هبدأ بقى حاجة حاجة او بالترتيب كده علشان ما ننساش حاجة. بعد خلاص ما نعمتها بالشكل ده، جبت الخضرة بتاعتي اللي هي عبارة عن حزمة من البقدونس وحزمة من الكزبرة. تمام كده، واديتها بصلاية متوسطة، مش عايزة بصلاية كبيرة علشان احنا هنديها توابل وفي نفس الوقت هتبقى كويسة معايا. واربع فصوص من الثوم، الكمية اللي انا بقول عليها دي يا جماعة لنص كيلو من الفراخ. وجبت كده فلفلاية حامية كده حراقة شوية، وضربت كله في الكبة لحد ما نعمتها بالشكل الموجود قدامكم ده. لحد كده تمام، لحد كده تمام. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتضغطوا لايك. طيب، خلصنا اول مرحلة وجينا بقى علشان اخلط كل المكونات على بعض. ممكن تضيفي كل المكونات في الكبة، بس طبعا عشان الكبة تتحرك معاكي بسهولة بفضيها في الطبق كده وبرجع اكملها تاني. لو عندك المفرمة ممكن تضيفي كله في المفرمة، لان المفرمة طبعا تبقى اقوى من الكبة. هنا بقى فضيت كله الخضرة اهي على البصل على اللحمة الفراخ بتاعتي. وهنا جبت كوباية ونص من دقيق الرز. ما تبالغوش يا جماعة في الدقيق بتاع الرز في الكمية علشان تطلع معاكم الحاجة مظبوطة. نص كيلو حطيت كوباية ونص من دقيق الرز. عندي بقى هنا كمون، عندي كزبرة ربع معلقة من كل حاجة، عندي ملح، عندي فلفل، عندي بهارات من الفراخ. تمام كده، تمام كده، لحد كده حلو قوي قوي. خلطت بقى كل المكونات هنا وهرجع اديها ضربة كمان في الكبة. تمام، لحد كده سهلة قوي ومفيش مشكلة. الكبة طبعا ما تحاوليش تزحميها قوي او تحطي فيها كميات كتيرة علشان تمشي معاكي. هنا بعد طبعا ما خلصتها ونعمتها كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، كله خلط كده على بعض وتجانس كله زي ما انتوا شايفين، وهتبقى معايا عجينة كفتة تحفة جدا. بصوا، ده الملمس بتاعها. عايزة اقول لكم مفيش اختلاف عن كفتة اللحمة خالص. الفراخ بجد النسيج بتاعها بيختلف عن اللحمة، بس بجد النتيجة مبهرة بجد. هنا بقى هبدأ اعملها كده صوابع، حابة تعمليها كور كده صغيرة، حابة تعمليها بالشكل ده زي ما انت عايزة. الميزة في كفتة الفراخ يا جماعة ان هي مش هتكش معاكي. نفس الحجم اللي هتعمليه وهي نية هي الحجم اللي هتكون بعد التسوية ان شاء الله، وهتشوفوها طبعا معايا. ابدأي بقى كده ايه، اعملها كده صوابع كده صغيرة او وسط، وهكمل الكمية كلها طبعا عشان اكيد مش هبقى مشغلة الفيديو للكم ده كله. تمام، تمام، لحد كده صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وما تنسوش تضغطوا لايك. كل الكمية اهي انا خلصتها. تمام، هي بجد عملت لي حبة يعني شوية محترمين جدا من نص كيلو من الفراخ. هأكد على حاجة يا جماعة، أرجوكم ما تبالغوش في دقيق الرز وتضيفوا بكميات كبيرة، بتغطوا على طعم الأكل وبيبقى الأكل بصراحة أو الوجبة نفسها مش بتبقى كويسة. يلا بقى على البوتاجاز على طول، حطيت شوية كده من الزيت هيسخن معايا، وهبدأ أقلي اللحظة الجميلة اللي كلنا بنتمناها أو بنحبها. يعني دايما كفتة الرز عموما افضل مرحلة دي، بتفضلي بقى تقلي والولاد ياكلوا وانت كمان تاكلي معاهم، وبجد بتبقى حاجة جميلة جدا. هنا ضفت بقى كل الجزئية اللي انا هقليها، طبعا انا مش هحط كله،
واول ما بتخش النار بتوطي، مش بتوطي، بتخلي النار وسط كده علشان ما تتحرقش منك، وهي بتتحمر بسهولة جدا يعني ما بتاخدش وقت خالص. تقليبة كده يمين وشمال على كل الجوانب، وبعدين كان الشكل ده. لو لاحظتوا حجم الكفتة هي الحجم اللي انا عملتها وهي نية بالظبط، ما اختلفتش خالص ولا كشت ولا قلت، ودي الميزة بجد يعني اللي هي بتخلي كفتة الفراخ افضل كتير من كفتة الرز. هنا بقى جبت كده الجزئية اللي اتقلت على جنب، وكمان كملت بقية الطاسة عندي وقلبت، وكل طبعا ما بيزيد حاجة بتقل بزود زي ما انتم هنا. بزود الزيت، وكده خلاص خلصت الكمية. عملوا لي طبقين محترمين جدا. بصوا شكل الكفتة كده، شكلها بجد يعني جامدة جدا، كمية حلوة قوي، وبجد يعني حاجة كده تحفة. يلا بينا بقى نعمل الصوص بتاعها او الصلصة بتاعتها. شوية كده من الزيت على شوية من السمنة، ونزلت عليها كده بقطعة كده من التوم انا هنا يعني ده مجمد، انا مطلعاه من الفريزر طبعا على بال ما بيحلو على طول، طبعا علشان الزيت عندي سخن، فعلى طول بيسخن وبيفك من بعضه. تمام، هنا اديته تقليبة حلوة كده، مش هحمره، انا عايزة اللون بتاعه يعني يبقى لونه ذهبي فاتح شوية، ما يبقاش متحمر. ونزلت عليه باربع معالق كبار من الصلصة. ممكن تعملي حوالي نص كيلو من الطماطم، تضربيهم في الخلاط عادي وتصفيهم وبعدين تسبكيهم. انا عملتها على طول بالصلصة وكانت سهلة قوي، يعني مفيش اسهل من كده، وما اخدتش معايا وقت خالص بجد يعني. بعد اضافة الصلصة ضفت شوية من المية، واديتها بقى شوية من الملح، وشوية كمان من الفلفل الاسود، واديتها رشة من السكر علشان اعادل الحموضة بتاعة الصلصة. تمام، سبتها بقى تغلي. بعد الغليان نزلت عليها بالكفتة بتاعتي وسبتها حوالي نص ساعة. يعني هي قعدت معايا على النار حوالي نص ساعة لحد بقى ما تشرب كده من الصلصة بتاعتها، وتلاقيها الكثافة بتاعتها بدأت تقل، وكمان الصوص يتخن كده ويبقى حاجة جميلة. سبتها تغلي ووطيت عليها. وهنا طبعا بعد خلاص ما بدأت عندي الكفتة دخلت في السوا تماما، والشكل اللي انتوا شايفينه ده بجد كانت ريحتها حلوة قوي. عايزه اقول لكم انا اول مره اجرب كفته الفراخ، بجد طلعت انبهار يعني. انا فضلتها بجد عن كفته اللحمه. يلا بقى هنا خلاص خلصنا الطبق بتاعنا، نبدأ بقى في تقديم الطبق. طبعا انا عملت معاها شوية كده من الرز الابيض، هي مش محتاجة حاجات كتير. شوية كده من الرز الابيض، وكمان طبق من المخلل، وكان بجد اكلة تحفة جدا جميلة، في ناس كتير قوي بتحبها. فانا حبيت بجد اغير، وان شاء الله تكون عجبتكم، واشوفكم باذن الله في فيديو تاني. قبل ما انهي الفيديو ما تنسوش ان شاء الله تضغطوا لايك، لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل اشعار جديد انا بنزله. واتمنى بجد تجربوها، هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.